أقول على سبيل المثال الحصر أبدأ بالقانون 90/02 المتعلق بالنزاعات الجماعية في مجال قانون العمل. قانون 90/02 نص على مصطلحين أساسيين. المصطلح الأول يتعلق بالصلح أو بالمصالحة بدءا من المادة 6 إلى غاية المادة 9. أما المادة 11 إلى غاية المادة 12 نصت هذه المواد على رديف الصلح، وهو ما يسمى بالوساطة لا ميدياسيون. هذا موجود في قانون العمل المتعلق بالنزاعات الجماعية. ونجد قانونا آخر وهو قانون الإجراءات المدنية، خاصة القانون يعني في التعديل الجديد قانون 08/09، وبالذات المواد من 990 إلى ما بعدها. من المادة 990 وما بعدها نص المشرع الجزائري على الصلح، هكذا وضع العنوان الصلح. والمادة 994 وما بعدها إلى غاية المادة 1005 نصت هذه المواد على الوساطة القضائية لا ميدياسيون جوديسيير، وهذا أمر جديد في التشريع الجزائري. والمادة 1006 وما بعدها نص على ما يسمى بالتحكيم أو الاربيتراج. هذه سماها المشرع الجزائري، سماها الوسائل البديلة لحل النزاعات القانونية. ومن نقاط القوة في هذا القانون المادة 994 والمادة 1004. المادة 1004 تعتمد الصلح أو الوساطة كوسيلة بديل لإنهاء النزاع، واعتبرت محضر الاتفاق سندا تنفيذيا لا يقبل الطعن بجميع طرقه، لا بالطرق المباشرة ولا بالطرق غير المباشرة، وهو الأمر الذي لم يكن معروفا مألوفا في دنيا الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم بمختلف درجاتها، أو القرارات الصادرة من مجالس القضاء التي يطعن فيها على مستوى بالنقض على مستوى المحكمة العليا. ولكن محضر الاتفاق لا يقبل الطعن، إذن هو سند تنفيذي. وهذه بصمة المشرع الجزائري فيما يعنينا من موضوع الصلح والوساطة القضائية. أعود إذن المنظومة القانونية ثرية. أذكر أيضا قانون الإجراءات الجزائية خاصة في تعديله الجديد، وأذكر أيضا القانون القديم قانون 75/58 المعدل والمتمم، خاصة المادة 439 وخاصة المادة 459 وما بعدها. ونذكر أيضا قانون 84/11 المعدل والمتمم بالأمر 05/02، خاصة المادة 49 والمادة 50 والمادة 222 التي تحيل مباشرة إلى الشريعة الإسلامية بجميع مذاهبها، وتنص بالحرف الواحد على ما يلي: كل ما لم يرد النص عليه في هذا القانون يرجع فيه إلى أحكام الشريعة الإسلامية.